السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وأكلة ووصفة سهلة. أكلتنا النهاردة مفيش أجمل ولا أبسط منها، حقيقي مفيش أجمل ولا أحلى من طاجن الفراخ بالبصل في الفرن. هعمله معاكم النهاردة بطريقة خطيرة مش هتبطلوا تعملوه. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. معايا هنا 4 بصلات كبار، ويا سلام بقى لو عندك 3-4 بصلات من البصل الأخضر، حقيقي بيبقى طعمه تحفة. كمان هنا معايا 3 قرون من الفلفل، قرن واحد شطة وواحد رومي أخضر وواحد أحمر. يفضل الطريقة بتاعتنا دي يكون فيها فلفل من الأحمر علشان يكسر معانا لون البصل، عشان طبعا مش هنحط معاها طماطم خالص، فقرن الفلفل الأحمر ده بيبقى لونه تحفة جدا في الطاجن. الأكلة بتاعتنا دي بتعتمد على البصل، يعني انت لو حابة تكتري بصل أكتر من كده مفيش مشكلة. الطاجن ده من جماله ممكن تعمليه بأي حاجة من الفراخ، يعني ممكن تعمليه بصدور فراخ أو أوراق فراخ، كمان ممكن تعمليه بأجنحة الفراخ، بيبقى تحفة. بعد كده هنقشر بقى البصل الأخضر وهنشيل منه العيدان وهنقصه من آخر حتة كده اللي هي الحمرة دي هنسيبها، وهنشيل كل العيدان الخضرة وهنقطعه بقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وهنحطه في طبق لوحده ومش هنخلطه مع البصل التاني علشان مش هنحمره مع البصل. بعد كده هيبقى معايا 3 فصوص من التوم هنفرمهم فرم ناعم، وطبعا التوم بيدي ريحة ونكهة للوصفة بتاعتنا دي النهاردة خطير. بعد كده هنجيب الفلفل وهنقطعه بقى مكعبات صغيرة، ده قرن من الفلفل الشطة بيدي طعم حلو برضو وريحة للطاجن. مش عايزين شطة شيلوه، استبدلوه عادي بفلفل رومي، والفلفل الرومي مش هكتر منه، هو قرن واحد بس كفاية. بعد كده هنجيب بقى قرن الفلفل الأحمر بتاعنا الجميل ده، وانا هقسمه نصين، مش هقطعه مكعبات، انا هقسمه نصين وهقطعه شرايح طويلة كده زي ما انتوا شايفين علشان يحتفظ بشكله وبقوامه. زي ما قلت لكم قبل كده بيدي لون حلو قوي للطاجن مع البصل. بعد كده جبت الوك بتاعي وحطيت فيه شوية من الزيت، وهحط كمان معلقة صغيرة من السمنة، واول ما هيسيحوا مع بعض ويسخنوا كويس قوي هنزل عليهم بقى بقطع الفراخ بتاعتي اللي انا مقطعاها قطع صغيرة. وطبعا الطاجن ده لازم الفراخ تبقى متقطعة فيه قطع صغيرة علشان تستوي معانا بسرعة، كمان ما تاخدش مساحة كبيرة. يعني ورك الفرخة بتقطعيه 3 قطع، كمان كل ناحية من الصدر بتقطعيها 3 قطع، يعني الصدر بيعمل معاكي 6 قطع. بعد كده هتعملي لهم محلول النقع عبارة عن معلقة من الدقيق، معلقة من الملح، معلقة من السكر، وعصير ليمونة. بعد كده هتسيبيهم يتنقعوا في المحلول ده من نص ساعة وانتي طالعة بقى زي ما انتي عايزة، ممكن تقعدوهم ساعة 2 اكتر، بس لو هتقعديهم اكتر من نص ساعة تحطوهم في التلاجة. بعد كده هتصفيهم وهتشطفيهم وتسيبيهم بقى في المصفى لحد ما يتصفوا خالص، وهتحطي عليهم بقى شوية فلفل اسود، ممكن تحطي عصير بصلة، تحطي عليهم اي حاجة تتبليهم كده قبل ما تحمريهم. ولو حابة تحمريهم على طول كده مفيش مشكلة برضو، بس اهم شيء تعصري عليهم ليمونة. هنحمر بقى قطع الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، احنا مش هنحمرها تحمير كامل، احنا عايزينها بس تاخد صدمة علشان تحتفظ بالسوائل اللي فيها، كمان علشان ما تقعدش في الفرن كتير وتستوي معانا بسرعة. الطريقة دي بقى بتدي ريحة حلوة قوي للفراخ، وطعمها بيبقى تحفة قوي في الطاجن لما بتديها تحميرة خفيفة كده، غير لما بتحطيها نية على طول. بجد الطاجن ده بيبقى طعمه خطير. هنطلع بقى الفراخ، بعد كده هناخد بقى الزيت اللي هي متحمرة فيه ده هنصفيه زي ما انتوا شايفين كده. التتبيلة اللي كنت حطاها مع الفراخ قبل ما تتحمر تحسوا ان هي لزقت كده في الوك، علشان كده هناخد الزيت هنصفيه وننضف الوك ونرجع الزيت فيه تاني، وبعد كده هنحط فيه البصل. هنشوح بقى في البصل لحد ما يدبل معانا. اول بقى ما تحسي ان البصل دبل هنحط عليه بقى معلقة التوم. دول ال3 فصوص توم اللي انا فرمتهم عاملين حوالي معلقة توم صغيرة.
هشوحهم بقى كويس مع البصل لحد ما البصل يبتدي يصفر حاجة بسيطة كده، كمان ريحة التوم تكون طلعت. على طول بقى هبدأ احط البصل الاخضر. ده طبعا محطتوش مع البصل في الاول علشان انا مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه يفضل محتفظ بلونه كده ويدينا الريحة الحلوة بتاعته. مش هستنى خالص وعلى طول هنزل عليه بالفلفل. هنديهم برضو تشويحة خفيفة كده، هي مش هنكمل دقيقة واحدة وهنطفي عليه النار على طول. احنا عايزين الفلفل والبصل الاخضر يفضل محتفظ كده بقوامه. انا هنا وطيت النار على الاخر خالص، حطيت معلقة من الملح، معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكزبرة الناشفة. طبعا كل ده بمعلقة صغيرة خالص. احط معلقتين من توابل الفراخ، معلقة من البابريكا او بالمعالق اللي هي المعيارية دي تعتبر نص معلقة. بعد كده هحط مكعب من الماجي، هقلبهم بقى كلهم على بعض كده طبعا على نار هادية خالص، عشان احنا عايزين البصل الاخضر والفلفل ما يدوبوش، احنا عايزينهم يفضلوا سلام كده ومحتفظين بقوامهم وبشكلهم. هنقلبهم بقى على بعض وعلى طول هحط الفراخ. هنقلب بقى الفراخ معاهم الاول، كل ده طبعا على نار هادية خالص. خليها بقى تتشرب من الخضار الجميل بتاعنا ده. بعد كده هبدأ ازودها بقى، انا هحط لها كوبايتين من المية. انت طبعا هتحطي المية للفراخ اللي عندك لحد ما المية تبقى يعني باينة كده من الفراخ. والمية دي مهمة جدا ان احنا نحطها في الطاجن، علشان خاطر ما ينفعش نحطها على سوى البصل بس، البصل مش هيسوي الفراخ، ولو سواها هينشف معاكي وممكن الطاجن يتحرق. يعني عايزة الفراخ يدوب تبقى باينة من الشوربة او باينة من المية اللي انت حطاها، زي ما انتوا شايفين كده. وتظبطي بقى الملح بتاعك علشان لما تحطيها في الفرن تاخد وتدي مع بعضها كده، والفراخ تستوي كويس وتنزل الصوص اللي فيها. خلاص بقى، اول ما قلبت الفراخ والمية اخدت غلوة واحدة، هجيب بقى الطاجن بتاعي وهحط فيه الفراخ على طول. طبعا الطاجن ده وانتي حطاه كده تبقي مولعة تحتيه الشعلة بتاعت البوتاجاز وموطيها خالص، علشان يدخل بقى معاكي الفرن يغلى على طول ما يقعدش وقت كتير. بعد كده بقى هتظبطي الفراخ في الطاجن وهتطلعي بقى البصل والفلفل كده، تحاولي تطلعيهم على وش الفراخ علشان يدوا منظر حلو للطاجن بتاعنا. بعد كده انا جبت بصلاية صغيرة وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده، وهرصها برضو على وش الطاجن وهحاول بقى اغطسها كده في الشوربة. بعد كده هجيب ورق فويل وهلف بيه الطاجن، هغطيه بيه وهدخله على الفرن يكون ساخن، وهنحطه طبعا على الصاج بتاع الفرن على طول، مش هنحطه على الشبكة. بعد نص ساعة هنشيل الورق الفويل وهنجيب خلة او سكينة او حتى ايد معلقة وهنغرزها في الفراخ. لو لقيناها دخلت بكل سهولة واستوت، خلاص هنشيل بقى من على وشه الورق الفويل وهنطلعه نحطه فوق على الشبكة، وهنولع عليه الشواية ياخد وش. لو ما عندكيش ورق فويل ممكن تحطي عليه غطا حلة ألمونيوم او ستانلس يكون مقاس الطاجن، هيبقى حلو اوي برضه، مش لازم نوقف نفسنا على حاجة. عملت بقى طبق سلطة ما خدش مني ثواني. قطعت طماطمتين وقطعت خيارايه وقرن فلفل وشوية خضار، نص معلقة من الملح، وجبت نص ليمونة هعصر منه شوية، وهحط معلقة من الخل وحوالي ربع معلقة من السكر. انا دايما بحط رشة سكر بسيطة كده على السلطة، بتشيل الحموضة منها وبتخليها حلوة قوي. هفضيه في طبق التقديم، ما خدش مني ثواني وعملنا احلى طبق سلطة. وده بقى شكل الطاجن بعد ما استوى، حقيقي ريحته وطعمه تحفة، حاجة كده مش هتبطلوا تعملوه من كتر جمال. طالع بقى من الفرن بيغني. والطاجن كان بيستوي في الفرن، لقيت انسب حاجة اعملها جنبه هو شوية رز بالشعرية، زي ما انتوا شايفين كده شكلهم تحفة. هنغرف بقى جنب منه قطع من الفراخ مع البصل
وهنحط شوية بقى من الصوص اللي قلتلكم عليه. حقيقي الصوص ده مع الرز بيبقى رهيب. الفراخ بتبقى طالعة من الطاجن ده دايبة، حقيقي بتبقى تحفة جدا، طعمها رهيب. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو قوليلي رأيك، وبألف هنا وشفا.